طب انت من رايك يا دكتور، ناس تقول لك ايه، انا حفظ ابني بدون تفسير، بدون معنى اللي هو بيحفظه، احفظ احفظ بس، احفظ 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 بدون تفسير بدون معنى، اي حاجه هو بيحفظها هو تقريبا مش فاهم معظم اللي بيحفظه. رايك ايه في الموضوع ده؟ بس والله انا ليا راي في نقطه التعامل مع الاطفال في القران الكريم ده من وجهه نظري. يعني النقطه الاولانيه، في حاجه مهمه بالنسبه لنا في التعامل مع الطفل. انا يهمني جدا جدا نقطتين: حفظ القران باتقان، وحفظ القران بالتلقي. ان هو يتلقى القران بالاحكام والمخارج حتى لو مش فاهمها، حتى لو مش متعلم الاحكام دي علميا ولا نظريا بقى، ولا مد منفصل مد متصل، مش مهم دي، مش مهم عندي تماما بالنسبه للطفل. اللي يهمني بس انه يقرا بيها. ليه بقى؟ بعد كده انا ممكن اديله كده كورس مكثف ياخد فيه التجويد، خلصنا ده ممكن في اسبوع اسبوعين يحفظ التحفه، مش عارف ايه، هيتقن الموضوع ده علميا ورقه وقلم. طب اتقان بقى المخارج بقى والاحكام عمليا صعب جدا. كم من ناس كتيره جدا بيبقى اتعلموا القران لسنوات ومعلم ما يقدرش يتقن الاداء. ليه؟ ما ترباش على القران الكريم، ما قدرش ياخد القران بالتلقي. فحفظ القران بالتلقي مفيد جدا 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 للطفل. دي النقطه المهمه اللي احنا بنتكلم عنها. حته انه يفهم او ما يفهمش، احنا يعني ابدينا ان في فوائد اهم عندي من حته انه يفهم دلوقتي. ما احنا الحوار بتاعنا دلوقتي كله بيدور حول القرآن ومراحل الحياة، تأثيره في المرحلة الطفولية لعقل الطفل. جميل، احنا بنتكلم في النقطة دي، لكن احنا بنتكلم تأثير القرآن على مراحل الحياة المختلفة. تمام. في مرحلة أنا مهم بالنسبة لي يحفظ بس، مش مهم يفهم. أصل الطفل الصغير ده هيفهم بقى حتة عقيدة، يفهم فقه، مش هي دي. لا، الحاجات الأساسية ماشية، العقائدية ما قلناش فيها مشكلة، الحاجات اللي هي يعني دي هتبقى البيزك بتاعته، دي ما عنديش فيها مشكلة. إنما أنا بتكلم مش كل حتة هقعد أفسرها له خلاص. المهم بالنسبة لي يحفظ بإتقان ويحفظ بالتلقي بالأحكام، بحيث ان الحاجات دي مش هقدر اعوضها له بعدين، انما بعد كده اقدر افهمه التفسير، هقدر افهمه الامر علميا، التجويد، التحفه، الجزريه، الشاطبيه، الامور دي كلها تقدر نعوضها بعد كده. انما التلقي والاتقان لذلك يعني حاجه اخيره، اي قارئ من القراء اللي احنا بنسمعهم المشهورين لازم اتربى من صغره على اتقان القران الكريم بالمخارج. الشيخ الحصري، الشيخ يستحيل مثلا كان شاب عادي جدا وقام جه كده مثلا في العشرينات يتعلم القران واتقن، ما بتحصلش انه يكون بالاتقان ده. صحيح. كلهم يعني منذ نعومه اظافرهم اتربوا على القران. فتلاقي ان مخارجه اصلا مش عشان هو اتعلمها في التجويد ولا اتعلم صفات الحروف والمخارج ويخرج من اعلى اللسان، لا، ما فيش كده، هو خدها بالتلقي، والقران الاصل في التلقي. فهو خد القرآن بالتلقي، فابتدى ان دي بقت سليقة عنده، بقت حاجة جواه ان هو بينطق صح ومخارج واحكام. زي العرب زمان، هم العرب ايام ما نزل القرآن الكريم كان في تجويد واخفاء وغنة والكلام ده، هو وسليقته بيقرأ القرآن تمام التمام وكله عارف. دي نقطة مهمة جدا المعلمين لازم ينتبهوا ليها بالنسبة للأطفال. ما اقعدش اهتم بالغنة والإخفاء ان انا اقعد اقولها له نظري وهو مش متقنها عملي. عمليا يتقنها طبعا. كان نظري تيجي بقى طبعا تيجي مع مرحلة عمرية تانية، زي ما احنا بنعيش كده بنقول القرآن ومراحل الحياة. بعد كده بقى تيجي ما لا يسعى المسلم وجهله، بس للطفل لمستوى الطفل. واحدة واحدة هنقول ايه الأبدى، ايه الأهم، وبعد كده دي بتبقى يعني نقطة أو مرحلة متقدمة شوية. خلاص ننتقل من مرحلة الطفولة. أنا بقيت شاب دلوقتي، خلاص بقى سبت ابتدائي دي دلوقتي، بقيت شاب. أثر القرآن علي كشاب عامل إزاي؟